اليوم سنتحدث عن فيلم درامي بعنوان بينج بونج، صدر عام 2006. أتمنى أن تنال قصة هذا الفيلم إعجابكم. تبدأ القصة بجاك، فتى يبلغ من العمر 16 عاماً، جاء إلى منزل عمه وخالته لقضاء العطلة. في الواقع أصبح جاك وحيداً تماماً بعد وفاة والده، ولهذا السبب جاء إلى هنا ليتغلب على وحدته. اسم عم جاك فيكتور، واسم عمته آنا، وكلاهما لديهما ابن اسمه توماس. ولأن جاك جاء إلى هنا دون أن يخبرهما، لهذا السبب كانا حزينين بعض الشيء. كان ابن عم جاك توماس مولعاً بالعزف على البيانو، وكان يعزف عليه طوال اليوم. بعد لقائه بعمه وخالته، ذهب جاك لمقابلة أخيه، لكن توماس أيضاً لم يكن سعيداً برؤيته بعد. تحدث توماس لبرهة، ثم اعتذر لجاك لأنه لم يستطع الحضور إلى منزله حداداً على وفاة والده. خرج كلاهما وهما يتحدثان. تحدث الجميع عن الغرفة التي سيقيم فيها جاك. قال توماس: غرفتي صغيرة جداً، لذا لا يستطيع جاك الإقامة معي. سأل فيكتور أنا، فقالت: لقد حولت غرفة الضيوف إلى مخزن. سمع جاك هذا فقال: لا تقلق، سأنام في أي مكان. بعد ذلك أعطي جاك غرفة صغيرة ليعيش فيها، لكن هذه الغرفة كانت مليئة بالأغراض، وكان هناك سرير أريكة للنوم. بعد أن أراها لجاك، اتصل فيكتور بأخته والدة جاك وقال: لا تقلقي بشأن جاك، سيقضي بضعة أيام معنا. هذا خفف عن والدة جاك بعض الشيء، لأن جاك جاء إلى هنا دون إخبار أي شخص في المنزل. بعد فترة جاء جاك يمشي نحو المسبح الذي كان مغطى، ثم جاء توماس إلى جاك وجلسا كلاهما قرب المسبح وبدأوا يتحدثان. أخبره توماس أن لدي اختبار بيانو بعد بضعة أيام، وأنا متوتر قليلا بشأنه. بعد هذه الأيام بدأ كلاهما لعب تنس الطاولة هناك، وأثناء اللعب أصبح الشقيقان صديقين حميمين. في الليل عندما يأتي جاك إلى غرفته للنوم، لا يفهم كيف يحول هذه الأريكة إلى سرير، وبعد جهد كبير يشعر بالتعب وينام على الأرض في الصباح. جاء توماس ليدعو جاك لتناول الإفطار، لكنه كان لا يزال نائما على الأرض، وبناء على طلب جاك حول توماس الأريكة إلى سرير. والآن يأتي كلاهما إلى منزل آنا ويتناولان الإفطار. في أثناء الإفطار أخبرهم جاك أنني أريد إصلاح هذا المسبح. عندما سألت آنا وفيكتور جاك، أخبرهم أنه يجيد القيام بهذه المهمة ويمكنه إصلاح هذا المسبح بشكل جيد. قال فيكتور: إذا أصلحت هذا المسبح في أسبوع، إذن سأعطيك نقودا مقابل عملك الشاق. بعد فترة عاد جاك وتوماس للعب تنس الطاولة. في هذه الأثناء وبسبب بعض الأعمال المهمة، اضطر فيكتور للذهاب إلى مدينة أخرى لبضعة أيام، وودع عائلته وغادر المكان. كان لديه أيضا كلب اسمه سيما. أحبت أنا كلبها سيمو بقدر ما أحب ابنها. وبمجرد وصولهم بدأ جاك وتوماس لعب تنس الطاولة مجددا على ما يبدو. ثم جاءت آنا إلى هناك ووبخت توماس وطلبت منه الدخول. في الواقع كانت أنا مستاءة جدا من عزف ابنها على البيانو طوال اليوم، لأنه بسبب البيانو لم يستطع التركيز على دراسته إطلاقا. وبخته أنا وأرسلته إلى الداخل، وطلبت من جاك تنظيف المسبح. اقتربت أنا من جاك في أثناء عمله في المسبح، وطلبت منه مرافقتها لأخذ سيمو في نزهة. وبينما كانا يأخذان سيمو، بدأت آنا تسأل جاك عن والده، فقالت: أتفهم شعورك بالوحدة بعد وفاة والدك. ثم عض جاك على رقبته، وعندما اقتربت أنا منه انتهز جاك الفرصة وقبلها. لم تكن أنا غاضبة إطلاقا من تصرف جاك هذا، بل ابتسمت وطلبت منه العودة إلى المنزل. وبعد وصولها ضمدت آنا جرح جاك، وبعد أن رأت أن تعتني به بدأ جاك يشعر بمشاعر تجاهها. ومنذ ذلك الحين بدأ جاك ينظر إلى عمته آنا بنظرات حب. وبعد فترة كان جاك يلعب البينج بونج مجددا، ولكن الآن ليس توماس، بل أنا تلعب معه. ثم يأتي توماس ومعه قاطعة، ويطلب من جاك مساعدته على قطع الشجرة. الآن تخرج أنا أيضا لبعض العمل، ويتسلق جاك الشجرة ويحاول قطعها، بينما توماس الواقف في الأسفل يساعده أيضا. ولكن في أثناء قطع تلك الشجرة يسقط جاك فجأة، والآن أصيب ذراعه أيضا. يحمله توماس ويدخله إلى المنزل وينظف جرحه ويضمده. عادت أنا أيضا إلى المنزل، وقد شعرت بالخوف بعد رؤية إصابة جاك، لكن جاك أخبره أنني بخير. بعد في إحدى الليالي كان توماس يعزف لحنه الجديد الذي ألفه بنفسه لآنا وجاك. قضي جاك وتوماس الليل في خيمة نصبت على ضفة بركة على بعد مسافة قصيرة من المنزل، وبقيا مستيقظين طوال الليل يتحدثان كثيرا. عادا إلى المنزل في الصباح.
كان توماس يلعب تنس الطاولة مع جاك مجددا اليوم، بينما أرادت آنا منه أن يدرس، وبناء على ذلك غضبت آنا وكسرت طاولة تنس الطاولة. في اليوم التالي غادرت أنا المنزل مع توماس لحضور مسابقة بيانو، وطلبت من جاك أن يعتني بسيمو حتى تعود بعد مغادرتهما. بدأ جاك بتركيب البلاط في المسبح. حينئذ كان متعبا جدا من تركيب البلاط، فذهب أولا إلى الحمام ليستعيد نشاطه، ثم نظر حول المنزل بعناية. في تلك اللحظة اتصل فيكتور وأخبرهم جاك أن آنا وتوماس قد خرجا، وبعد انتهاء المحادثة على الهاتف استلقى جاك على السرير. كان جاك متعبا جدا فنام فور استلقائه، لكن بعد قليل جاءت آنا ولم يستطع النوم طويلا في أثناء تغيير ضمادته. قالت أنا: سأعود إلى أخذ توماس بعد قليل. ذهبت أنا إلى غرفتي واستراحة. في هذه الأثناء كان جاك يتجه ببطء نحو غرفة آنا، فرأى أنا نائمة. لم يستطع جاك التفكير في أي شيء سوى الرومانسية. رأى جاك خارج غرفتها. ابتسمت أنا أيضا وطلبت منه أن يأتي إليها الآن بناء على طلب آنا. جاء جاك وجلس بجانبها، وبدأت آنا تقترب منه حتى إن جاك لم يستطع السيطرة على نفسه. بعد ذلك نسي كلاهما آداب علاقتهما وتجاوزا الحدود كلهم. في هذه الأثناء عاد توماس إلى المنزل مبكرا فجأة، وذهب إلى غرفة والدته لمقابلتها، وكان كل شيء أمام عينيه. في هذه الحالة أصبح حزينا جدا، لكنه حينئذ غادر المكان دون أن يقول شيئا. بعد فترة ذهبت أنا إلى هناك لآخذ ابنها توماس، لأنها لم تكن تعلم أنه عاد إلى المنزل. عندما عادت إلى المنزل في المساء ورأت توماس في المنزل غضبت منه بشدة وقالت: لماذا لم تخبرني بعودتك إلى المنزل؟ فأخبره توماس أنه عاد إلى المنزل منذ زمن، لكن ظروفك آنذاك لم تسمح لي بقول أي شيء. الآن فهمت أنا أن توماس قد رآها مع جاك، فاعتذرت لتوماس، لكن جو المنزل تغير تماما، وأصبح الجميع غاضبين من بعضهم البعض. لم يكن توماس يتحدث على نحو لائق مع أي شخص، وبدأت أنا أيضا في الابتعاد عن جاك، مما جعله يشعر بالوحدة مجددا. في اليوم التالي عاد فيكتور أيضا من عمله، وبعد ذلك رأى فيكتور وأنا قريبين من بعضهما البعض. أصبح جاك يغار منهم عندما يسأل فيكتور آنا، فيخبره أن توماس ذهب إلى مسابقة بيانو بعد أن شرب، مما أدى إلى إقصائه من المسابقة. يحزن فيكتور بشدة بعد أن يعلم بهذا الأمر، ويذهب لإقناعه بأن جاك قد أعاد بناء الجسر بالكامل تقريبا. عندما يرى الجسر تقول له أنا: املأه بالماء حتى نتمكن جميعا غدا من الاستمتاع به. تقول أيضا: الآن عليك مغادرة منزلنا. غضب جاك بشدة بعد سماع هذا، وشعرت وكأن فيكتور قد ذهب إلى مدينة أخرى لبضعة أيام بعيدا عن آنا، فاستغلته آنا لتعويض غياب فيكتور. يملأ جاك المسبح بالماء ليلا، ويأتي إلى غرفته ويحزم أغراضه ليغادر من هنا في الصباح، ثم تقع عيناه على المال المحفوظ هناك، والذي احتفظت به أنا مقابل إصلاح المسبح في الصباح. جاك يستأذن توماس ويبدأ بالمغادرة. من ناحية أخرى تنهض أنا وتبحث عن سيمو، لكنها لا تجده، وعندما تنظر قرب المسبح ترى سيمو ميتا. تبكي أنا كثيرا بعد رؤية سيمو ميتا، وجاك الواقف على مسافة قصيرة كان سعيدا سرا وهو يشاهد آنا تبكي، لأنه هو من أغرق سيمو في الجسر تلك الليلة بعد أن امتلأ الجسر بالماء. أحب جاك أنا من كل قلبه، لكن آنا جرحت مشاعر جاك باستغلاله، وربما لهذا السبب فعل جاك كل هذا حتى تشعر أنا أيضا بألم الفراق، لأنها أحبت سيمو بقدر ما أحب ابنها. إذا أعجبتك القصة ولو قليلا فلا تتردد في الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لك على متابعتك للقصة حتى النهاية.